دكتور سيد عبد الحفيظ كان طالع مع ابراهيم الحقاني وكان معاهم كابتن محمود فتح الله. كابتن محمود فتح الله سأل دكتور سيد عبد الحفيظ ومعاهم الراجل اللي بيقول الحق دايما، الحق قوي، استاذ ابراهيم المنيسي، عن الكوره بتاعه طرد الشناوي. تعال نشوف ردهم على الكوره دي كان ايه، وبعد كده نعلق على ردهم بالصوت والصوره. هسأل كابتن سيد سؤال بحسن نيه، انا عارف ان هو بتاع ربنا وعارف ربنا. بتاعت الشناوي في الماتش اللي فات لما الحكم رجع له، لا ولا انا عارف ان انت لو في حاجه هتقول. الحكم لما رجع واداله انذار، ليه انذار؟ مش فيها اعاقه، مش في ضربه ابراهيم هو بيجمل الصوره بس لنفسه، لكن هي اصلا ما فيهاش حاجه. بس لا هي اصلا ما فيهاش حاجه. في اعاقه يا جدع انا بعدي منك على فكره ما فيش اي لمس بالرجل خالص. لا بالايد، هو الايد ايده جت في وشه. اكمل بس ايوه لو ما الايد في فيش الوش. اعاقه مش هيديله انذار اصلا. انما الجسم لا ما فيش اي لمس بالرجل خالص. ايه هو حارس مرمى يا محمود طالع طبيعي. سؤال بقى دي مش طرد للشناوي؟ دكتور سيد قال الكوره اصلا ما تستاهلش فاول، مش طرد للشناوي. اما بقى استاذ ابراهيم المنيسي اللي دايما بيقول حق، بيقول ان الشناوي ما لمس لاعب انبي برجله ابدا. طب ادي الكوره قدامكم اهي، الشناوي ما لمس لاعب انبي برجله، ده ضربه برجله اهي. كمان بيقول ان الشناوي لبس لاعب انبي بايده على وشه. طب هي عادي؟ طب حتى لو ما ضربوش برجله، مع انه ضربه برجله، ولمسه الوش دي ما تحسبش طرد؟ ما الراجل كان هينفرد. لا، استاذ ابراهيم المنيسي اللي بيقول الحق بيقول عادي، ضربه عاديه ما تستاهلش انها طرد. ادي اتنين اهلاويه المفروض ان هم بيقولوا الحق. سبحان الله على الناس دي، بيكذبوا الكذبه وبيصدقوها وبيبقوا فرحانين بيها كمان.